اقوى 5 مسلسلات منتظره في رمضان 2023. رمضان كريم عليكم وكل سنه وانتم طيبين، وما تقلقوش هنرجع تاني ان شاء الله، انتظرونا. بس قبل ما نبدا، المسلسلات مش مترتبه، يعني رقم 10 زي رقم 1. رقم 10 مسلسل الكبير قوي، مش محتاج اتكلم طبعا عن المسلسل الكبير. المسلسل الكبير بقى ايقونه من ايقونات مسلسلات مصر. رقم 9 مسلسل جعفر العمده للنجم محمد رمضان. كل اللي اعرفه عن المسلسل ده ان هو متجوز في 4. واضح كمان ان محمد رمضان طالع غني في المسلسل، ودي حاجه جديده طبعا. والكيمياء اللي ما بين محمد سامي ومحمد رمضان مع حفظ الالقاب طبعا اثبتت نجاحات عاليه جدا. تتكلم في مسلسل الاسطوره ومسلسل البرنس، مسلسلات ناجحه اكيد. رقم 8 مسلسل الكتيبه 101 للفنان عمرو يوسف والفنان آسر ياسين. المسلسل ده تقدر تقول عليه كده الاختيار الجزء الرابع. رقم 7 مسلسل علاقه مشروعه للفنان ياسر جلال والفنانه مي عمر. مسلسلات ياسر جلال كده ليها ستايل معين، وكلنا شفنا طبعا مسلسل زين الرئيس ومسلسل رحيم، مسلسل الفتوه، كلهم نجحوا طبعا ومسلسلاته حلوه بصراحه. رقم 6 مسلسل المداح للفنان حماده هلال. المسلسل طبعا ليه جمهوره بعد نجاح الجزء الاول والجزء الثاني. رقم 5 مسلسل سول كانتو للفنان امير كرارة. الحلو في الموضوع ان امير كرارة بدا يغير بعض الاختيار، عمل نسل الاغراب، ففي تنوع، والتنوع ده حلو بصراحه. دول كانوا اكتر 5 مسلسلات منتظره من وجهه نظري، وانتظرونا الايام الجايه. سلام.